عايزه اقول ان انا فخوره بيكي جدا. نظرة غريبة قوي من محمود حميدة لبنت أخت إلهام شاهين، تحسها نظرة قرف أو يمكن استغراب قلبت السوشيال ميديا وخلت كمان كل الناس تسأل عن سببها، وليه كان النجم الكبير بيبص بالطريقة دي لإلهام صفي الدين. فتعالوا معايا أعرفكم سر النظرة دي وقال إيه الناس عنها، والأهم من كده بقى مين هي إلهام صفي الدين بنت أخت الفنانة إلهام شاهين. صورة انتشرت على السوشيال ميديا للفنان الكبير محمود حميدة وهو بيبص بصة غريبة قوي لبنت أخت الفنانة إلهام شاهين المعروفة باسم إلهام صفي الدين، وفسرها كمان معظم الناس على السوشيال ميديا بإنها نظرة قرف. الحكاية كلها بدأت لما مصور من المصورين خد صورة للفنان محمود حميدة وهو لابس نظارة شمس سودة وقاعد كمان جنب بنت أخت إلهام شاهين في ندوة من الندوات، وكانت البنت ماسكة المايك وبتتكلم مع إلهام شاهين وبتسألها أسئلة عن شغلها، بس واضح بقى إن محمود حميدة ما كانش عاجبه الكلام فبصلها البصة دي وتحس إنه كان عايز يرزعها كف يطير ليها صف اسنانها، بس كان برضه ماسك نفسه بالعافيه. وطبعا بعد الصوره ما انتشرت حصلت عليها تعليقات كتير قوي وكوميكس كتير، وكان معظمها بقى جاي في صف نظره محمود حميده، والناس كتير ربطوا برضه بين نظراته دي وبين اللي حصل في فرح محمود شاهين ابن اخو إلهام شاهين، وكمان كميه الراس والشرب والاحضان اللي حصلت بين العريس والمعازيم اللي كانوا حاضرين، واللي كان من بينهم إلهام صفي الدين اللي كانت مقضياها مع العريس. الغريب بقى ان بعد الصورة ما انتشرت على السوشيال ميديا ما طلعش محمود حميدة علق عليها ولا حتى على رد فعله الغريب، وبرضه تجاهلت إلهام شاهين وبنت اختها التعليق. إلهام صفي الدين تعتبر بنت اخت الفنانة إلهام شاهين وهي اسمها إلهام الصغيرة، وده لأنها هي اللي هتشيل الشعلة بعد خالتها، وكمان تحمل رايتها وهي بتستخدم نفس أسلوبها في الكلام والتصرفات والجرأة. والدة إلهام صفي الدين هي الفنانة إيناس شاهين اللي كانت مخطوبة زمان لعمرو دياب وأبوها من لبنان. كان ظهورها الأول مع خالتها في مسلسل نعم ما زلت آنسة، وبعد كده شاركت ومن بعدها اختفت تماما ورجعت تاني وشاركت في مسلسل زي القمر. كمان كانت شاركت في فيلم صاحبتي وسببت أزمة كبيرة بعد مشهد بوسة عملتها مع والد صاحبتها في الفيلم ده، ولما اتسألت عن حوارها قالت التمثيل تمثيل، ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة، الفن فن. ما شاء الله يعني طالعة لخالتها. ساعتها بقى قالت كمان أهلي ربوني على إن لما تقفي قدام نفسك في المراية وتحسي إن جواكي تمام وكمان متقبلة كل حاجة بتعمليها اعملي اللي انت عايزاه طول ما انت مش بتأذي حد. وطبعا طلعت إلهام شاهين ودفعت عن بنت أختها وقالت بستغرب إننا بننتقد مشهد بوسة في فيلم مع إننا كنا بنشوفها عادي في الستينات والسبعينات، ليه بنكره الحب ومش بندافع عنه وبنقول لإلهام بنت أختي أنا مطمنة عليكي وعلى مستقبلك. كمان كان آخر أدوارها لما عملت دور هبة تاتو واللي كان في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وكمان كان خد نقد كبير إيجابي وكمان سلبي.